ازيك يا ريس؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ انا هحكي لك الموضوع باختصار. انا دلوقتي اسمي محمود طلبه، وكنت عايش في امريكا، ونزلت قلت استقر ايه في مصر شويه، وقلت اما هنزل مصر هنزل اتجوز. وكنت شايف الناس بتنزل مصر مثلا، او واحد شاب عايش في مصر وهوب قابل حد، هوب اتجوز، هوب خلف، هوب طلق. المهم ان انا كنت شايف ان هم بيتجوزوا بسرعه، فانا قلت هنزل اشوف حد من مصر. ليه؟ لان انا كنت قاعد في ولايه في امريكا كل واحد جايب بمراته، والناس اللي موجوده كبيره، مفيش اصلا، ما كانش فيه سناجل خالص يعني. وقلت ما ناخد حد مصرية، والحكاية والرواية مصرية، مش هينفع من جنسية تانية. ليه مش هينفع من جنسية تانية؟ علشان جينا العيد مثلا وفي أطفال وهي موجودة، هنروح البلد دي ولا هنروح البلد دي؟ لو هي مثلا من المغرب أو الأردن أو من الجزائر، طب جه العيد هنروح هنا ولا هنروح هنا ولا هنروح هنا؟ طب عيد الكبير، عيد الصغير، طب في رمضان ما اعرفش ايه. لقيت ان الموضوع هيبقى في أزمة يعني، فقلنا ان احنا ناخد من مصر. نزلنا مصر شفنا الوضع يا ريس، بجانب اللي الناس كلها عمالة تحور على بعض، واللي بيجي على التاني بيفرموا ما بيرحموش بعض. بس ماشي، مش ده موضوعنا. المهم بقى دخلنا في الحكايه والروايه والتعارف وما اعرفش ايه. لقينا الحاجه اسمها كده مكتوبه كده ايه، بيقول لك قايمه. ايه يا عم القايمه دي؟ والله انت ما بتفتح بيت بتجيب كل حاجتك في البيت، واخد بالك بالنجف اللي هيجي لسه ما جاش اهو. بتكتب كل حاجه انت جايبها، بكل حاجه بتكتبها ايه للعروسه. طب ليه يا عم يا جماعه الكلام ده؟ اصل دي حقها. طب حقها؟ طب ده انا اللي جايب الحاجه وجايب حاجات وبتاع. لا، ما هو كل حاجه دي بتبقى حقها. طب ليه يا جماعه؟ افرض يا عم مفيش حد مضمون، افرض انت خدت بنتنا وغدرت بيها وطلقتها وفرمتها وعملتها، فدي الحاجات دي بترجع لها. طب افرض انت بنتك طلعت مجنونه 13 اي حاجه، لا ما برضو تتطلق وتاخد الحاجه. طب افرض يا عم البت دي بتاعت مشاكل وعملت مشاكل وعملت قصه وعملت حوارات، والناس موجوده في محكمه الاسره، وفي رجاله كتير مظلومه، لا برضو تاخد الحاجه دي. فقلت طب وبعدين هنحل المشكله دي ازاي؟ طب يا جماعه قعدت اسمع قصص وحوارات وما اعرفش مين فلانه، وبسمع بقى قصص ليفلات. الليفلات دي بتوصل للخيانه يعني. ما هو في ناس بتقول لك يا ريس، لما انا نزلت وابتديت اختلط بالناس، فهنا في مصر حاجه اسمها الراجل اللي بيخون. طب الست لا ما بتخونش خالص يعني. مثلا بدي مثال يعني، هو مش ده موضوعي. بس يعني الراجل ده لما بيخون يا ريس، او هو بيخون مع معزه. ما هو بيخون مين مع مين يعني؟ مش في بني ادمه بيخون معاها؟ ما البني ادمه دي ما خاينه، ما خانت. لو مش، حتى لو مش متجوزه، ما خانت ثقه ابوها، ثقه اخوها، ما دي خيانه برضو. فكل رجل خائن بيخون مع فضائيين، ما بيخونوا الرجاله دي بتخون مع فضائيين، بس مش موضوعي. المهم فلقيت الموضوع ايه، حكايه وروايه وكلام رايح جاي ولا وايه، ولازم تكتبوا على نفسكم حاجات وبتاع. ولقيت رجاله بعد ما بتنفصل بقى بيبتدي من الصفر وبيتدمر وبيضطر بقى يلجأ لحاجات بقى. طب حل الموضوع ده ايه يا ابو محمود؟ سألت يمين شمال، قال لك والله الشرع بيقول لو انت مش عايز تكتب القايمه دي، خلاص يا عم ما تكتبش القايمه، بس هات انت كل حاجه، ما تجيبش هي حاجه، تيجي زي الشرع ما قال. ده الكلام اللي انا سمعته. قعدت افكر فيها يمين شمال يا ريس، وقلت ايه؟ قلت يا عم نشيل ده من ده، زي ما بيقولوا كده، يرتاح ده عن ده، وناخد الطريق المختصر. ورحت جايب كل حاجه، جبت كل حاجه، شمرت وقلت يلا بينا نتوكل على الله ونفتح كلام مع ايه، مع اسره كده، وناخد وندي ده حكايه والروايه، وازيكم عاملين ايه واخباركم ما والله سيرتك بتيجي والله، لان لما بيشوفوا وشي بيفتكروا السياسه فبيقعدوا. لا تكتب قايمه يا جماعه، ما يا جماعه انا ده، لا انتوا كده بتغفلوني. انتوا قلتوا، الناس قالت هات حاجتك كلها، يبقى انت كده ما تكتبش قايمه. لا حقها. يعني انا برضو بقى، يعني انا لو في شاب بيتفرج ورايح تجيب حاجتك كلها، انت برضو بعد ما بتجيب حاجتك كلها بيتقال لك برضو ايه، تكتب قايمه. طب يا جماعه، هو ايه المهم يعني؟ انا لو انا اهو اختي مثلا بعد الشر حصل مشاكل ومش من طرفها وانفصلت، انا مش هقبل عليها اصلا جنيه من جوزها ده اللي هو هيبقى طليقها. لو بنتي مش هقبل انا اصلا جنيه يعني، انا مش هقبل اي حاجه. وبعدين انا هثق فيها، في الشخص ده يعني. انا اهم حاجه عندي ان انا اثق في الشخص. فاصبح اللي الموضوع ايه، مش بيدور على الشخص. يعني انا مثلا لما بخش على حد انا بدور في الصفات. يعني بيبقى في قبول، انت بتقبل الشكل، بتقبل العيله، بتقبل حاجات كده، وبتخش تشوف الصفات بقى. يعني انت هتقدر تعيش مع صفه العصبيه، انا مش هعرف اعيش مع صفه العصبيه، فما بتجنب ده. بتقدر ما اعرفش ايه. طب العيله مين؟ يعني انا واحد من الناس، مين الاخ؟ ما الاخ ده هيبقى الخال قدام. مين الاخت؟ ما الاخت دي هتبقى الخاله قدام. فانا ببص في تفاصيل، والله جت معايا بقى تفاصيل مهمه 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 مهمه.
في حاجات تانية مهمه، بس لقيت الناس كلها بتركز في ايه؟ في الحته الماديه. اكتب. فبعد بقى مش عايز اتفرع انا ابو محمود في الموضوع دلوقتي، نرجوك يعني ان في خدعه حاصله. انا دلوقتي شاب واتقال لي عشان ما تكتبش القايمه المنتشره في مصر دي روح هات كل حاجتك، جبت كل حاجتي بقى بيتقال لي لا لازم قايمه عشان ده حقها. يعني انت جبت حاجتك دي كلها ده حقها. فحل لي الموضوع ده ابو محمود كده بدل ما اخد بعضي وارجع امريكا. حل لي الموضوع دلوقتي عشان ما انا هاخد بعض ابو محمود، ويا اما حاجه بات عندك يا اخد بالك انت ازاي، يا اما هرجع على امريكا. حل الموضوع.